نقول مبروك المنتخب المغربي، ونقول المنتخب السوري معوضين خير إن شاء الله. وعن نفسنا احنا كمذيع تلفزيوني أهنأ نفسي إني شفت مباراة من الطراز العالي والقوي. أنا من الجمهور اللي يحب الشراسة والقوة والقتال حتى الرمق الأخير، وهذا ما شفته من أسود الأطلس وأسود قسيون. لعبوا مباراة قوية جميلة، يستحقون التصفيق، يستحقون التقدير، يستحقون الاحترام. مباراة قدموا لنا الوجبة الكروية الدسمة اللي احنا دائما نتمناها في مبارياتنا وبطولاتنا، شفناها اليوم في هذه المباراة التي تقام في استاد خليفة الدولي. مبروك للمغاربة، ألف 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 مبروك، وهارد لك للمنتخب السوري والسوريين تحديدا. أنا عن نفسي أيضا راح أفتقد الجمهور السوري، الجمهور الجميل، الجمهور القوي، الجمهور الذي رفع لواء سوريا في مدرجاتنا، الجمهور الذي حضر من كل أرجاء العالم للمؤازرة والتشجيع. وفي نفس التوقيت أقول الحمد لله على بقاء الجمهور المغربي الممتع والجميل والمثير في مدرجاتنا وفي هذه البطولة. الجمهور السوري عنده ذوق رفيع المستوى حقيقة في تشجيعه، والجمهور المغربي قوي 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 جدا. فأوكي صحيح راح نخسر الجمهور السوري، لكن الله معوضنا خير في الجمهور المغربي انه موجود معانا في البطولة. كابتن رشيد مبروك الفوز، ألف ألف مبروك، تستاهلون. أحمد عزام هارد لك الخسارة ومعوضين خير، لكن عزائنا ان منتخبكم قدم مباراة جميلة جدا. ما يدخل فيه. طبعا مبارك حق المغرب، حقيقة يستحقون هم عطفا على أداء الشوط الثاني، كان هم عندهم الأفضلية طوال 40 دقيقة إذا جاز التعبير. الأخوة السوريين رجعوا في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد الطرد. نعم. مباراة حقيقة الشيء ما تفضلت، مباراة مثيرة فيها ندية، الفريقين يتطلعون للوصول نصف النهائي. استحق في النهاية الفريق المغربي حقيقة هم البدلاء. هذه تسديدة منير ارتدت، سجلها اللاعب أيضا البديل أرازو. فريق المغرب فريق المغرب فريق محترم حقيقة، والفريق السوري كلمة شكرا قليلة في حقه، نقول له ألف شكر، يستاهلون ومعوضين خير، وفريقهم ممتاز حقيقة. مبروك كابتن. الله يبارك فيك. وبدوري أهنئ يعني المنتخب المغربي وعناصر المنتخب المغربي وجمهور المنتخب المغربي، وفي نفس الوقت أهنئ المستوى المردود اللي قدموه أخي أحمد المنتخب. والله أخي خالد فعلا استمتعنا بالشوط الثاني، بحكم بأن الشوط الأول ما كان في المستوى، وهذا الشيء حللناه يعني بكل موضوعية، ولكن الشوط الثاني أبانوا عن قتالية، خصوصا استبسال المنتخب السوري، صلابة دفاعية قوية جدا، مع تألق حارس المرمى، تألق حارس المرمى الهدايا الذي أعطى ثقة كبيرة بالنسبة للمدافعين تاعو. إلا أنه كتبقى كما يقال دائما الشوط الثاني هناك حنكة، هناك كفاءة المدربين كذلك تغييراتهم. أبو محمد ذكرها بأن اللاعبين الذين تغيروا أعطوا إضافة بالنسبة للاعبين، خصوصا وأنا شفنا بأن بعض اللاعبين استنزفوا طاقتهم البدنية، والسيطرة كانت واضحة في وسط الميدان، بحيث بأنه كان هناك يعني هجوم ضد الدفاع يعني في وسط الميدان. ما شفنا حارس المنتخب المغربي كثيرا، وكانت الكرة الثانية دائما كان ربح الكرة الثانية، وهذا هو قوة المنتخب المغربي اللي ما كانتش في الشوط الأول، كانت أكثر في الشوط الثاني، ولاحظنا بأنه وسط الميدان كان قوي، وأكثر من هذا اللاعبين اللي دخلوا منير شويعر اللي سدد، لأن لما يكون دفاع متكتل الوراء تبقى من الحلول الأساسية وهو التسديد من بعيد، والتسديد من بعيد ممكن الحارس شيئا ما أخطأ فيها، ولكن جابت هذا الهدف. وأظن بأن المنتخب السوري طلع، ولكن طلع بشرف. أحسن. محمد عزام مبروك الله يسلمك. مبروك أول شيء للمنتخب المغربي، وهارد لك لاعبين الأبطال، هارد لك لجمهورنا الحبيب، هارد لك للجهاز الفني والإداري. نحن أخذنا 4 مباريات، أثبتنا للجميع أنه عندنا شخصية جيدة حاليا ينبنى عليه المنتخب طبعا لنهايات كأس آسيا. نحن خالد بصراحة مثل ما حكينا بالبداية عندنا 11 لاعب يلعبوا بالدوري السوري. ما عم اقول انا ما عم حط حجج لهذا المنتخب بالخروج بالوقت الحالي، شفتوا كلكم المستوى اللي قدموا نوعا ما من خلال المباريات، بس خلال مثل ما حكينا نحن مباريات الدوري السوري لحد الان ما انطلقت. نحن بسوريا بصراحة ما عندنا ملعب صالح لكرة القدم، ظروفنا كثير صعبة، واثبت هذا المنتخب انه طبعا رجال لعبوا بمعنويات كبيرة، لعبوا بقتال، رغم هذا الشيء نحن ورجينا حالنا بشكل جيد خلال المباراة.